اوكي، هقول لكم دلوقتي احنا عملنا الكيكه مع بعض ازاي. اللي انا بعت لكم الفيديو بتاعها وقلت لكم عملت حته كيكه بالشوكولاته طعمها رهيب. هي خطواتها سهله جدا وبسيطه جدا، ونقدر نحفظ المكونات بتاعتها بمنتهى السهوله. كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه لبن، كوبايه دقيق، كلها نفس المقاس، كل المكونات بنفس الكوبايه. نص كوبايه كاكاو غلبانه يتيمه، فانيليا، بيكنج باودر، وبالطين. بس هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. شفشق الخلاط، سكر، زيت، نص كوبايه الزيت، كوبايه اللبن بتغرق، والكاكاو. هنضربهم في الخلاط واوريهولكم بعد ما اتضرب شكله عامل ازاي. شغل عليه الخلاط. اول ما القوام بتاع الخليط اللي احنا حطيناه يوصل للمنظر ده، تبقى تقيله كده، يبقى احنا كده جاهزين. هعمل ايه بقى؟ كل اللي انا هعمله هاخد منه كوبايه على جنب كده، وهشيل كوبايه من الخليط ده على جنب. هاجي هنا هحط البيض، وطبعا طالما فيها بيض يبقى لازم يبقى فيها فانيليا، وهرجع اضربهم تاني لحد ما البيض يختفي. ها، تويت البيض، تويته. هحط الخليط هنا تاني بعد ما ضربنا البيض عليه كله، البيضتين، بعدين كوبايه الدقيق والبيكنج باودر. بما ان انا عايشه في هولندا ففي اطباق بيبقى مكتوب عليها كده حاجات، فبالصدفه مكتوب هنا ايه بقى؟ فار هيبيا ام خلاخ فنداخ. ايه اللي ضحكك النهارده؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجه ضحكتكم النهارده. انا اكتر حاجه ضحكتني داليدا بنتي، تقعد تزعق لي، تقعد تقول لي اضرب، فدي اكتر حاجه بتضحكني لما هي بتعملها. حطينا البيكنج باودر، حطينا الدقيق، كان في فسفوسه ملح فوق الدقيق عشان ما ننساهاش، وهقلب وما بلغش في التقليب عشان ما نشطش الجلوتين في الدقيق. وبالمناسبه الدقيق ده متعدد الاستخدامات. هفضل اقلب لحد ما الدقيق يختفي، وابقى متاكده ان مفيش فيها اي تكتلات او اي حاجه ما اتفكتش. رجعت تاني قررت ان انا عايزه اقلب بالمضرب علشان اتاكد لو في اي حاجه لسه ما اتفكتش من الدقيق، واعتقد هي كده بقت تمام جاهزه انها تتعذب وتدخل الفرن. طبعا مشغلين الفرن مسخنينه على درجه حراره 180. الفرن اللي عندي بيولع فوق وتحت وفيه مروحه، بس لو انتوا ما عندكوش الاوبشن ده، لو عندكم فوق وتحت بس يبقى برده على درجه حراره 180. لو عندكم تحت بس هتولعوا عليها برده تحت على درجه حراره 170 180، وبتاخد من 20 ل 25 دقيقه، وطبعا حسب حجم القالب، بس هي مش هتزيد عن ال 25 دقيقه. كده بقى جاهز معايا تمام جدا وزي الفل اهو. هنحطه في الصينيه. انا هنا محضره القالب بتاعي اللي انا هدخله الفرن، حطيت فيه ورق زبده ودهنته دهنه زيت بسيطه، وهحط فيه الخليط بتاع الكيك اللي احنا عملناه، وبالسباتولا اتاكد ان مفيش اي حاجه لسه جوه الكوميتش بتاعتي او
الطبق اللي احنا بنحط فيه العجين بتاع الخليط بتاع الكيك. نلحوسها لحوسه خالص، مخليش فيها اي فتفوته. كده بقت جاهزه معايا ان انا ادخلها الفرن، احطها في الفرن واوريكم هنعمل ايه بعد كده. بعد ما الكيكه بتاعتنا جهزت وبردت زي ما احنا شايفين، هشيلها بقى بالورق الزبده اللي انا عملته ده، وهقلبها على الناحيه التانية عشان السطح ده بيبقى مستوي اكتر من اللي فوق. وبعدين عندي هنا كوبايه كريم شانتيه، طبعا ده اختياري بس هي خطوه حلوه وبتخليها تعمل طعم الجاتو، يعني خطوه ممكن نستغنى عنها بس هتبقى حلوه لو عملناها، هتخلي الريتش بتاع الكيكه اعلى شويه. هنضربه وهوريكم هنعمل ايه. هضيف هنا كوبايه الكريم شانتيه، وعندي هنا نص كوبايه ميه ساقعه جدا هحطها، وعندي هنا نص كوبايه لبن برضو ساقعه جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم احنا ممكن نضربه بلبن بس او حليب، او ممكن نضربه بميه بس انا بحب امكس بين الاتنين، وعشان انا ما عنديش مضرب البيض اللي هو الكهربائي فبضطر استخدم كل دي. هنضربه مع بعض لحد ما يوصل للقوام التقيل اللي احنا عايزينه يتفرد فوق الكيكه. اول ما القوام بتاع الكريمه هيبتدي يتقل هحط معلقتين من صوص الشوكولاته اللي احنا شلناه على جنب، وهرجع اكمل ضرب تاني. كده احنا بقى معانا موس شوكولاته مش كريم شانتيه، هوريهولكوا بعد ما نضربه. كده الكريم شانتيه بقى جاهز معايا، اقدر احطه على الكيكه واوريكم هنعمل ايه. ادي الكيكه بتاعتي، هاخد الكريمه واحط منها جزء فوق الكيكه. طبعا الكيكه بارده تماما، لازم ناخد بالنا من الموضوع ده ان الكيكه ما تبقاش سخنه عشان ما تسيحش الكريمه معايا، لازم الكيكه تكون بارده تماما. وهخلي هنا حبه فاضلين ازين بيهم فوق الوش. بسباتولا هبتدي اوزع الكريمه فوق الكيكه واخليها كده شكلها منسق ونضيف، وما احاولش ان انا اوسخ او الحوز البايركس بتاعي. هوزعه واوريكم. كده الكريمه بقت جاهزه معايا، سفلتها صنفرتها كويس، همسح كل الحروف والزوايا الزياده دي، وبعد كده هنرجع نحط صوص الشوكولاته اللي احنا شلناه على جنب من شويه. بعد كده طبعا انا عندي الكريمه ساقعه، ولو انتي شاكه انها مش ساقعه قوي ممكن تحطيها في الفريزر ربع ساعه 10 دقايق تمسك نفسها. هبتدي اوزع كده بالمعلقه بالراحه جدا علشان ما تعمليش خرم جوه الكريمه، تفضل فوق الكريمه اقدر افردها براحتي. هحط كل اللي في الطبق اللي احنا شلناه على جنب فوق الكريمه. احاول ان انا بالراحه وبمنتهى الهدوء اوزع الشوكولاته اللي احنا حطيناها فوق الكريمه بالراحه علشان مخلطش الكريمه بالشوكولاته، يعني ما احاولش ان انا اتعافى عليها، بالراحه جدا احاول ان انا اوزع الكريمه او اوزع الشوكولاته على الكريمه. بما اني انا سبت الشغل وبقيت عطلة وقاعده في البيت، فانا لازم اعمل حاجه اداوي بيها جروحي، ما انا مش هفضل قاعده كده باحزاني عماله افكر مين راح ومين رجع ومين جاي ومين عمل. لا، لازم اقعد اشغل نفسي بحاجه والهي نفسي بحاجه. بما ان دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها الحلويات والاكل، يبقى
يبقى لازم اوزن نفسي قبل وبعد، عشان عقبال ما هاجي انزل شغل تاني مش عارفه هبقى كام كيلو. بس يلا هحاول ان انا احافظ على ما تبقى من قوام الرشيق. بس يا ستي، ودينا كده وزعنا الكريمه او وزعنا الشوكولاته فوقيها زي الشطره والشطوره والقمره والاموره، ونحط كده نغطي الحروف كلها علشان ما يبقاش عندنا حاجه مش متغطيه. شطره وشطوره، نغطي الحته دي كده. لا احنا كده ايه، هنبهدل الدنيا. ما علينا، يلا هوريكم بقى ببقيه الكريمه اللي فضلت هنعمل ايه. احنا مش هينفع اسيبها كده انا ما بحبش اسيب حاجه على حالها، لازم اقعد انخرب شويه. هرجع لكم تاني. هبتدي اقطعها على شكل جاتوه، بحيث ان انا حطيت بقيه الكريمه في كيس حلواني، وهزين كل قطعه من الجاتوه بالكريمه. الاول هنقطع كده من النص بالراحه جدا جدا جدا، وبعد كده هنجيب فوطه نمسح السكينه علشان اللحوسه دي ما ترجعش تبوظ شكل الكريمه تاني. وبعدين هنبتدي نحط الكريمه التزيين اللي فوق الوش. ده كده شكلها بعد ما اتقطعت مستطيلات، وكل واحده هزينها باي حاجه بقى. يعني ممكن مثلا نعمل هنا ورود صغننه، يعني ممكن تشكله. ممكن مثلا دي نعملها كده، ممكن نعمل كده. التزيين ده بقى بتاعكوا انتوا، ممكن كده. يعني دي حاجة براحتكم، تقدروا تبدعوا وتفنوا فيها زي ما انتوا عايزين. ده شكلها بعد ما زينتها بالكريمة فوقيها. هحطها في التلاجة تمسك نفسها، تبقى كده جاهزة معانا للأكل. سهلة وبسيطة جدا، ومخدتش مننا أي وقت، مكوناتها بسيطة قوي، وفعلا طعمها تحفة. يعني حقيقي فظيعة. وطلعت معايا الصينية دي 12 قطعة جاتوه، يعني توفير اكتر من كده مفيش. يا رب تجربوها، يا رب تعجبكم. تكتبوا لي في التعليقات لو عملتوها، وتوروني كمان الصور بتاعتكم. اشوفكم في فيديو جاي على خير، وباي باي.